5 حاجات لازم تبقى موجوده في بيت الساحل بارت 2. في الفيديو اللي فات سالتكم تفتكروا في المصيف المطبخ المفروض يبقى مقفول ولا مفتوح، وحصل الاجماع اننا بنختار المفتوح واحنا مغمضين. اللي بيطبخ بيكون في انتر اكشن بينه وبين الموجود في الليفنج زون، مما يوطد العلاقات الاسريه. في حاله سمر هوم التلفزيون عموما في الاوض مش بيكون ضروري خالص، خصوصا لو في فيو جامد بتبص عليه، بولز، بحر، لاندسكيب، فما يصحش نشتت نفسنا وما نشوفش الجمال ده غير طبعا حاله الانعزال اللي بيودينا ليها واحنا محتاجين نتجمع ونعيش ميموريز جديده مع بعض. فبفلوس التلفزيون في الاوض نهتم شويه بالليفنج سبيس، نضيف جيمز، اكس بوكس، بي اس، ولو في اوبن سبيس على الجاردن او اوضه كبيره زياده ممكن تبقى جيمنج زون فيها كل الحركات. فرش بقى لازم يبقى قوي وبراكتيكال جدا، لان في وسط اللمه والناس الكتير في الغالب العلاقه بيننا وبين الفرش بتكون حميميه وفيها هبد وعشب حبتها، فمحتاجين حاجه تكمل وتعيش. تكييفات بقى لا غنى عنها، لانها بجانب انها بتنقلنا الهواء وتدلع علينا الجو كده، بتحافظ جدا على الماتيريالز الموجوده في البيت، فالمشاكل اللي بتحصل من الملح والرطوبه بتقل، فهترتاح وتقلل فلوس الصيانه. بس يا ترى بقى مين هيدفع فلوس الكهرباء؟